لو حصل واكلتي كميه كبيره جدا من الحلويات مره واحده، طبعا هو ده غلط، مش صح انك تاكلي كميه كبيره جدا من الحلويات مره واحده. بس لو حصل وعملتي كده تعملي ايه؟ طبعا اعملوا شير كتير قوي للفيديو ده واعملوا له سيف عندكم، عشان لو حبيتوا ترجعوا له في اي وقت ارجعوا له، لانكم اكيد هتحتاجوه. اول حاجه تعمليها انك تاكلي طبق سلطه كبير قوي. ليه؟ عشان تقللي امتصاص السكر السريع ده في الدم، عشان ما يحصلش انسولين سبايك ويبدا معظم السكر اللي كلتيه يتخزن لدهون في الجسم. فاحنا كده يعتبر بنقلل ضرر السكر الكتير اللي انت كلتيه في الجسم. تاني حاجه اشربي كوبايه ميه عليها معلقه كبيره من خل التفاح وعليها كمان ليمون. طبعا هو يفضل انك تاخديها قبل ما تعملي الجريمه دي وتاكلي كميه كبيره من الحلويات، بس لو ما لحقتيش مفيش مشكله خديها بعديها. رقم 3، اللي بياكل كميه كبيره جدا من الحلويات بيلاقي نفسه بعد شويه جعان جدا جدا. هيعمل ايه؟ الوجبه اللي هتكون بعديهم لازم تكون مليانه بالبروتين والدهون الصحيه، واوعى تاكل فيها لا نشويات ولا فاكهه. رقم 4، الرياضه. مهم جدا انك تلعب رياضه عشان تحرق جزء من الاكل اللي انت اكلته. ممكن تمشي ساعه مثلا مشي سريع، ولو انت مش قادر تمشي ساعه كامله ممكن تعمل رياضه بس بمجهود اعلى شويه، زي مثلا نط الحبل، زي الرقص، زي الزومبا، زي الجري. رقم 5، امشي على صيام متقطع، واخر وجبه قبل الصيام المتقطع تكون وجبه البروتين والدهون الصحيه اللي قلنا عليها فوق. الصيام بتاعك هيكون لمده 16 ساعه. طب لو انت مش قادره تصومي تعملي ايه؟ رجعي تاني يوم للنظام بتاعك عادي جدا ولا كأن حصل حاجه قبليها، بس تكوني طبقتي الخطوات اللي احنا قلنا عليها فوق. رقم 6، وانا بعتبرها خطوه مهمه جدا، ما تقعديش تفكري كتير في اللي حصل ولا كميه الاكل اللي كلتيها ولا الاكل اللي انت كلتيه. خلاص اللي حصل حصل، ما تقعديش تحسسي نفسك بالذنب وتأنبي في نفسك وتعاقبي في نفسك، لان ده لوحده هيعطلك عن هدفك وهيعمل لك ضغط نفسي، كمان هيقلل الحرق في الجسم عندك. فاوعي تعملي كده. انت كلتي خلاص وكلتي اللي انت نفسك فيه، فخلاص عديه، بس اوعدي نفسك انك مش هتكرري اللي حصل مره تانية. اي سؤال اكتبولي في الكومنتس تحت.